بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله هنتكلم عن المنهج الجديد بتاعنا. المنهج الجديد فيه بعض الاختلافات عن السنة اللي فاتت، سواء سنة أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي. السنة الرابعة ابتدائي هتبدأ تتكلم عن نمط جديد، أسلوب جديد في الأرقام والأعداد عامة. احنا بنتكلم عنها، نعرف الفرق ما بينها بالأعداد مع بعضها. اول حاجه نتكلم عنها، في عندي افرق بين شويه حاجات. الاعداد بالنسبه لنا في عندي الاعداد الهنديه، وفي عندي حاجه اسمها الاعداد العربيه. الاعداد الهنديه اتعاملنا بيها في سنه اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 الى ما لا نهايه. دول كنت بقول عليهم ارقام هنديه، دي مش ارقام عربيه. الارقام العربيه هي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 الى ما لا نهايه. دول ارقام بالنسبه لنا ارقام عربيه، لكن دي ارقام هنديه. افرق بين الاثنين. انا دلوقتي بتعامل مع الارقام العربيه، مفيش حاجه اسمها ارقام انجليزيه. ده هو هم نسبوا الفضل للعلم لنفسهم، لكن هو اسمها دي ارقام عربيه. يبقى فرقت بين الارقام الهنديه والارقام العربيه. لازم قبل ما نخش المنهج، قبل ما نخش على المنهج الجديد بتاع سنه رابعه، لازم اعرف اكتب الارقام دول كويس جدا واتمرن عليهم واعرف اكتبهم كويس جدا، وميز برضه 0 مش 5، يعني تركز عليه. تعالي نتكلم بعد كده. اول حاجه بالنسبه لنا نتكلم عنها ان شاء الله، هنتكلم عنها عندي حاجه اسمها الاعداد الكبيره. احنا اتكلمنا عن الاعداد زمان واحنا صغيرين، اتكلمنا سواء السنه اللي فاتت. في عندي حاجه اسمها القيمه المكانيه. عشان تعرف القيمه المكانيه لازم تعرف عندي حاجه اسمها جدول القيم المكانيه. ايه جدول القيم المكانيه دي يا مستر؟ جدول القيم المكانيه احنا اتكلمنا في سنه السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. اتكلمنا عن حاجه اسمها الوحدات، اتكلمنا حاجه اسمها الالوف، اتكلمنا ده اللي اتكلمنا عنهم. الجداد السنه دي الملايين والمليارات. طيب، الوحدات فيها احاد وفيها عشرات وفيها مئات. الالوف فيها احاد وفيها عشرات وفيها مئات. الملايين فيها احاد فيها عشرات فيها مئات. المليارات فيها احاد بس، اللي هنتكلم عنه. يعني فيها برضه فيها احاد وفيها عشرات وفيها مئات، بس احنا هنتكلم اخرنا في المليارات، هنتكلم عن احاد بس. طيب، تعال نراجع كده مع بعض شويه حاجات، ازاي نقرا رقم مع بعض بحيث ان احنا نتكلم عنه. طيب، اول حاجه في قراءه قراءه الارقام بتاعتنا، تلاقي الموضوع سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الارقام بتاعتنا بيبدا يقسم الارقام، بعد كل 3 بيحط هو كومه. في دي كومه بالنسبه لنا. يعني هنا احب اقرا رقم، لما اقرا رقم نفسه هو بيقسمهم كده بيحط لك كومه صغيره. فلما تقرا رقم بتقول ان 50,000، 50 بص كده دي احاد عشرات. ال50 دي قصاد ال1000 اهو، ال50 قصاد ال1000، دي قصاد المئات، دي قصاد العشرات، دي قصاد الاحاد. يعني الرقم بالنسبه لنا هقول له 50,345. طيب، نخش على اللي بعديه، نقسمهم برضه، حاطط كومه في 3 في 3. قول معايا 3001، 3001 و234. طيب، نخش على اللي بعديها. في عندك 3 ارقام، 3 ارقام، 3 ارقام، رقم واحد. ابص هنا ال8 دي قصاد الملايين، يبقى اقول له 8 مليون، ما اقولش ملايين، اقول 8 مليون 800، لان قصاد المئات اهي. بعد كده العشرات اللي يبقى تاني اقول 8 مليون 8 مليون 890 او 90 732. خد بالك هنا الرقمين اللي بقولهم 32، اقولهم مع بعض 32. هي عشان ابنائنا الطلبه بيتلخبطوا 23. انا بقول الاحاد وبعد كده اقول العشرات. الرقم اللي بعديه مقسم 3 3 2، دي 19 قصاد المليون، يبقى اقول 19 مليونا 357,807. دي 7 مش 70. انا بقول الرقم بتاعنا. نعيد تاني، ناخد مساله تانيه اهي. احنا بنتمرن دلوقتي ان نقرا ازاي الرقم بالنسبه لنا في الارقام الكبيره. بقول لي 438 مليونا و200,704. دي بالنسبه لنا رقم عادي. تعال نخش على اللي بعديه. لو لاحظنا كده ان الارقام كل شويه بتزيد. يعني الارقام اول حاجه كانوا كانوا 5، بعد كده كبروا شويه بقوا 6، كبروا شويه بقوا 7، كبروا شويه. بص كده عشان تريح نفسك، ده عندي 3 وحدات الوف، دول وحدات. بعد ما اعمل كومه اخش على الخانه اللي بعديها، 3 كومات وحدات، 3 كومات الوف، اخش ملايين، 3 كومات وحدات، ادي الوف ملايين، وحدات الوف، يبقى هنا ملايين، وحدات الوف ملايين. ده مليارات، يبقى 2 مليار اهي.
دول ملايين يبقى 639، يبقى 639 مليونا و907,359. يبقى انا كده ايه؟ مرنت نفسي. لازم تحاول تمرن نفسك كويس جدا تقرا الارقام عشان اشتغل مع ارقام كبيره قوي هنشتغل معاها. طيب ابدا اتكلم عن جزء تاني. احنا اتكلمنا بعد كده قلنا ايه؟ السنين اللي فاتت اتكلمنا عن اصغر رقم، الارقام بتاعتي اصغر رقم 3 4 5. اصغر رقم مكون من 6 ارقام. مجرد ما الاقي كلمه اصغر يبقى كلهم ايه؟ قال لي اصغر رقم مكون من 6 ارقام. فبحط هنا ايه؟ بص عد معايا، ادي 0 2 3 4 5 والواحد هو السادس. يبقى هم ايه؟ 6 ارقام هم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 والسادس 1. يبقى ادي 100 والالف قدامها 3 يبقى 100,000. طب 7 ارقام يبقى اهي 6 اصفار وواحد، 1 2 3 4 5 6 واهو. طب عد معايا 1 2 اهو، يبقى كده ايه؟ 6 وده السابع. يبقى اسمه ايه؟ اللي قدامه ايه؟ اللي قدامه 6 اصفار وواحد اسمه مليون، ده اهم واحد فيهم، مهم جدا. يبقى تاني يقول لك اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو مين؟ او المليون يا مستر. طيب اصغر عدد مكون من 8 ارقام اهو، عد معايا ادي ايه؟ 8 ارقام يبقى عندي 7 اصفار وواحد، 1 2 3 4 5 6 7 وده الثامن. يبقى هنا اسمه ايه؟ 10 مليون. ادي 10 والمليون قدامه 6 ايه؟ 6 اصفار. المليون قدامه 6 اصفار، ما ننساش الكلام ده. اصغر عدد مكون من 9 ارقام يبقى عندي 8 اصفار وواحد، عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاسع. يبقى عندي ادي 100 ادي 100 وادي المليون يبقى 100 مليون. اصغر عدد مكون ايه؟ من 10 ارقام، وده مهم جدا بالنسبه لنا، المليار اللي هو قدامه ايه؟ 9 اصفار وهو العاشر. الواحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى اسمه ايه؟ اسمه المليار. يبقى اديك هنا سؤالين، اهم سؤالين بالنسبه لنا هنا، اللي هم بقول لك اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو المليون، ولك يسالك تاني اصغر عدد مكون من 10 ارقام تقول له ايه؟ المليار. مهم جدا. الباقيين مهمين ولكن ذو اهميه اكتر، اللي هم ايه؟ اللي عندها 7 ارقام واللي عندها 10 ارقام. لازم امرن نفسي كويس جدا ازاي اقرا الاعداد كويس خالص. مهم جدا قبل ما اتطرق على جزئيه جديده ان بتمرن نفسك حضرتك تكون عارف، ما طلعش من سنه ثالثه غير تكون كويس جدا عارف تكتب الارقام باللغه العربيه، يعني 1 2 3 4 5 6 7 كده اهو، 100 200 300 400 الى ما النهايه كنت تعرفها بالحروف. وهنتطرق برضو عليها لما نتكلم عن الدروس اللي بعد كده. تعال نتكلم بعد كده ايه؟ نقسم ايه؟ نخش حاجه ثانيه. الارقام بعد كده بقول ايه؟ اقرا ثم اكتب. طيب اقرا ثم اكتب العدد. يديك هنا سؤال، الموضوع سهل قوي فوق ما تخيل. السؤال زي كده، يعني احنا المره اللي فاتت كنا ايه؟ يعني الصفحه اللي فاتت هنا كنا نتكلم هنا كان بيقسم الارقام، كان بيقسم ايه؟ الارقام كويس. طب هنا ايه الارقام؟ هنا انا بيعلمك ازاي تقرا رقم بس بطريقه الكتابه. برضو مش فاهم؟ تعال نفهم اكتر مع بعض. ابص عندي هنا 3 ارقام، 3 ارقام ادي رقم. احنا قلنا اول حاجه اسمهم ايه؟ برافو عليك، الوحدات، بعدها الملايين، بعدها المليارات. سوري انا اسف، نرجع تاني. الوحدات، الوحدات، الالوف، الملايين. طيب يبقى مين موجود في الملايين؟ الرقم ده 6 بس، يبقى نكتب ايه؟ ادي 6 مليون. بعد كده الموجود في الالوف الفا اللي هم ايه؟ 514. الارقام دول مع نفسهم اللي هم ايه؟ 325. يبقى لما هيبقى رقم ايه؟ اقول 6 مليونا و514,000 و325 اهو قسمناها. تعال نقسم تاني، ادي 3 ادي 3 ادي 3، الثلاثه وحدات، الالوف، الملايين. مين في الملايين؟ 56. بقول له 56 مليونا و763,000 و251. انا كده قلت الرقم بتاعي. يبقى تاني 56 مليون و763,000 و251. تعال نبص تاني المليارات بقى. تعال نبص، في عندك 3 في عندك 3 رقم مع نفسه، وحدات، الوف، ملايين، مليارات. وحدات، قول معايا، وحدات، الوف، ملايين، مليارات. يبقى مين في المليارات؟ برافو عليك 7. مين في الملايين؟ 261. ماشي. مين في الالوف؟ الرقم بتاعنا ده اللي هو مين؟ اللي هو 502. بعد كده ايه؟ 1.
ما بحطش الاصفار من جهه الشمال، ما اكتبهاش. في عندك برضو ملاحظه نتكلم عنها، اللي هي ايه؟ عندك احنا عارفين بالنسبه لنا اتكلمنا عن المليون. المليون قدامه كام صفر؟ قلنا قدامه 6. طب النص مليون قد ايه؟ 500,000. ربع مليون في 250. طيب ابص على الجزء تاني. يبقى احنا دلوقتي نرجع كده ايه مراجعه سريعه اللي احنا خدناهم عشان ما نلخبطهمش. احنا اتكلمنا عن الوحدات، الالوف، الملايين، المليارات. اتكلمنا عرفنا اصغر عدد اهو اتكلمنا عنه، حطينا اصفار، عرفت اميز كل رقم فيهم ازاي اقراه كويس. بعد كده اتكلمنا اتمرنا عليه ازاي اقرا رقم. تعال نبص تاني، احنا خدنا من شويه خدنا اصغر عدد مكون من 6 ارقام. انا دلوقتي اكبر عدد، مجرد ما اقول لي اكبر فبكتب ايه؟ اكتب التسعه. ادي عندي ايه كام؟ اكتب ايه؟ 6 تسعات. ادي 1 2 3 4 5 6. تعال نقسم الرقم كده نقراه. 999,999. خلصت. طب تعال نبص تاني. اكبر عدد هنا كان اصغر عدد، كنت احط اصفار، كنت احط 6 اصفار وواحد، لكن اكبر في كلهم تسعات. عاوز 7 تسعات. ادي واحده، عد معايا 2 3 4 5 6 7. بعد كل 3 بحط كومه. 1 2 3 ادي كومه. 1 2 3 بحط كومه. يعني الكومه احطها من 3 من جهه اليمين، ما اعدش من الشمال، اعد من اليمين. ابص الرقم ده يبقى 9,999,000. 999. طب تعال نبص تاني. اكبر عدد مكون من 8 ارقام، يبقى احط كام 9؟ برافو عليك. 1 2 3 4 5 6 7 8. كويس جدا. يبقى ايه؟ 99,999,999. برافو. تعال نخش تاني. اكبر عدد مكون من 9 ارقام، يبقى عامل كام 9؟ عد معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شوف بيدي ارقام كبيره ازاي. برافو عليك. تعال نبص مع بعض هنا. ادي 3 1 2 3 كوما 3. اقرا معايا. 999. دول ايه؟ احنا قلنا وحدات الوف، يبقى هنا ايه؟ برافو ملايين. يبقى 999 مليونا. 999 ايه؟ الفا. برافو. 999. اكبر عدد مكون من 10 ارقام، عد معايا. ابقى عاوز ايه؟ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي قسم معايا كده. يبقى هنا عد معايا. يبقى اقول ايه؟ احنا قلنا ايه؟ وحدات الوف ملايين، يبقى ايه؟ مليارات. 9 مليار 999 مليونا. 999 الفا. 999. يبقى احنا دلوقتي اللي اتطرقنا عليهم واتكلمنا عنهم، اتكلمنا عن الاعداد الكبيره، اتكلمنا عن اصغر حاجه واكبر حاجه وازاي اقرا الرقم، واحنا خدنا طريقه اكبر رقم. احنا الكلام ده خدناه ان كنا نعمله السنه اللي فاتت في حد مئات الالوف. طيب تعال ناخد ايه؟ نبدا نحل مع بعض الكلام ده عشان نفهم الجزئيه بتاعتنا اكتر مع بعض. يبدا ايه؟ يسالك كده عندك حاجه اسمها القيمه المكانيه، اللي احنا خدنا الجدول عليها اول حاجه اتكلمنا عنها لما كنا عن احاد وعشرات ومئات. بيسالك هنا بيقول لك القيمه المكانيه للعدد 3. فين الثلاثه يا مستر؟ الثلاثه اهي. ابص عندي فين الكومات. ادي عندي كومه وادي عندي كومه. تعال نعد مع بعض. ادي 3 ارقام، في 3 ارقام وهنا. طيب يبقى عندي 3 وحدات. الثلاثه التانيين الالوف. يبقى انا موجود فين؟ في الملايين. يبقى هنا ايه؟ احنا قلنا اي واحده فيهم عندها احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات. يعني نراجع كده مع بعض عشان ايه؟ نثبت المعلومه بتاعتنا. كنا بنقول احاد عشرات مئات في الوحدات، احاد عشرات مئات في الالوف، احاد عشرات مئات في الملايين، احاد في المليارات. تعال نبص مع بعض. يبقى قلنا ايه؟ وحدات. هنا ايه؟ الالوف. يبقى هنا الملايين. يبقى احاد مين؟ احاد الملايين، وبحط عليها علامه. كويس جدا. خش معايا اللي بعديه. قال لنا ايه؟ كل المئات يعبر عن صيغه عدديه. صيغه عدديه ما عدا مين؟ ما عدا رقم. طيب احنا عندي افرق بين حاجه اسمها الارقام، وفي عندي حاجه اسمها الاعداد، وفي عندي حاجه اسمها الصيغه العدديه. طيب الارقام بتاعتنا اللي نتكلم عنها اي حاجه لحد 9 دول اسمهم ايه؟ اسمهم ارقام. يعني بالنسبه لي من 0 لحد 9 اسمهم ارقام. من 0 لحد 9 اسمهم ارقام. من 0 الى ما لا نهايه اسمهم اعداد. فعندي الاعداد هي ايه؟ هي 0 الى ما لا نهايه. لكن الارقام محدوده. الارقام من اولها 0 لحد 9 بس، اخرها 9. يعني اي حاجه العدد ممكن يكون رقم، لكن الرقم ما ينفعش يكون عدد. بمعنى ايه؟ عيد تاني يا مستر عشان احس نفسي اتلخبطت. عيد تاني. الاعداد ممكن، او اي حاجه، اي واحد من دول اسمه عدد.
اي واحد من دول يعني 0 1 2 3 مليون 100 300 400 اي رقم 300 400 كل الارقام دي اسمها اعداد. لكن من 0 لحد 9 ارقام بس. يعني ده ممكن 9 دي اقول عليه رقم، اقول عليه عدد، اقول عليه رقم، اقول عليه عدد. لكن العشرة دي لا، ما ينفعش غير تكون عدد بس. يعني من 0 لحد 9 ارقام وممكن اقول عليها اعداد، لكن العشرة دي عدد ما ينفعش اقول عليها رقم. تعال نوضح اكتر ونخش على الجزء تاني. يعني هنا ايه؟ يبقى انا عرفت فرقت بين الاعداد والارقام. الارقام اخرها 9 لكن الاعداد مستمره الى ما لا نهايه. عمليه الجمع نفس الكلام. يعني عمليه الجمع دي ما ينفعش. لكن هنا الصيغه ايه؟ عمليه الجمع هي اللي ايه بالنسبه لنا الجزء الصح. لكن قيمه الرقم 6 في العدد ده. في عندي حاجه فرق بين قيمه الرقم والقيمه المكانيه. القيمه المكانيه يعني هو مكانه فين؟ هل هو في الاحاد، في العشرات، في المئات؟ لكن قيمه الرقم يعني الرقم تكتبه وتحطه قدامه اصفار. طب بمعنى ابص هنا انا عندي هو عامل 3 اهو كومات اهو، ابص السته اروح منزل السته، حلو قوي. طيب ابص هنا السته قدامها كام رقم؟ عد معايا، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. 1 2 3 4 5 اللي هو مين؟ اللي قدامه 5 اصفار. فين اللي قدامه 5 اصفار؟ الرقم ده اهو اللي هو موجود مين؟ يبقى 600,000. تعال نبص تاني. احنا السنه اللي فاتت اتكلمنا عندي حاجه كان اسمها ايه؟ الصيغه. كان الصيغه دي اللي فاكرها يبقى شاطر قوي. كان اسمها الصيغه ايه؟ الصيغه الممتده. ممتاز جدا. الممتده اديك ايه؟ وهنتطرق عليها الايه الدروس الجايه، نتكلم عن الصيغه الممتده بصيغه اكتر. طيب بصيغه تفصيليه. ابص الرقم ده 450 عاديه، ودول الوف اهو اللي انا حاطط 3 اصفار، وده ملايين. يبقى الرقم ده بقول له 70 مليون و126 ألفا و450. طب دي نبص مع بعض. هل دي 700 دي 70 مليون؟ لا، دي 7 مليون. طب دي 700 ألف. طب انا عاوز 70، عاوز ايه؟ عاوز 70 ايه؟ 70 مليون. يبقى 70 مليون اهي 70 مليون 126 ألفا و450. يبقى ده الرقم بتاعنا اللي هتكلم عنه. طيب بيقول لنا ايه بعد كده؟ العدد ده 7305 مكون من كام ايه؟ مكون من كام رقم؟ تعد معايا. رقم 2 3 4 يبقى عندي 4 ارقام. بس حابب اوضح حاجه عندك هنا. السؤال الرقم ب ده كان عندنا السنه اللي فاتت واتلغى. طيب تعال نبص على حاجه ثانيه. اقول لك استخدم الارقام الاتيه مع تكوين اكبر واصغر عدد. عاوز اكبر عدد واصغر عدد. الموضوع سهل قوي. بقول لنا اكبر عدد، ببص على الرقم بتاعنا هنا. اكبر رقم بتاعنا هنا 8، اروح منزل 8. طيب اللي بعد منه اهو اشطب عليه. اللي بعد منه برافو عليك اقول 7. اللي بعده منه مين؟ 5. اللي بعد منه 4. بعدين 3. بعدها 2. بعدها 1. بعد كده احط الكومه 1 2 3 كومه 1 2 3 كومه. يبقى ايه؟ 8 مليون 754 ألفا 321. أنا عملت أكبر رقم. أصغر أعكسه، أبتدي بالنهاية الصغير اللي هو 1. بعد منه 2 3 4 5 7 8. حط كومات كده أنت عملت أصغر رقم. تعال نوضح أكتر. سؤال تاني ثبته. أكبر رقم بتاعنا 9، أحط 9. اللي بعد منه 7 أهو. اللي بعد منه 5 احط 5. اللي بعد منه 4 بنزل 4. احنا نسينا رقم في 6 اهي، ادي 6. بعد كده 5. بعد كده 4. بعدها 2. بعدها 1. احنا كده عملنا الارقام بتاعتنا. كل 3 بعمل كومه. اعكس بقى الكبير اصغر واحد 1. بعد كده 2 4 5 6 7 9 وكل 3 اعمل كومه. يبقى 1,245 ألفا 679. تعالوا حاجه ثانيه. اكبر من اكبر حاجه السبعه. تعالوا نركز مع بعض. لا ده هنا 8 كمان. ادي 8. بعدها 7. بعدها في 5 اهي انزل 5. وابص تاني الاقي 5 تانيه اروح منزلها. الاقي بعد كده في 3 انزلها. الاقي 1 بنزله. بعد كده احط 0. طيب يبقى 8 مليون 755 ألفا 310.
اصغر عدد مختلف شويه. ازاي يا مستر؟ انا هنا ما ابتديش بالصفر، رغم ان الصفر اصغر حاجه. الصغير هنا ابتدي باي رقم اصغر حاجه، انا 1 2 3 لازم اكون ابتدي عادي. لكن الصفر ما ينفعش ابتدي بيه، لان على الصفر على الشمال ملوش قيمه. فابتدي بايه؟ هبتدي بالواحد. يعني ابتدي ايه؟ ابتدي بالواحد، بعد كده صفر، اقول واحد، بعد كده صفر. ما ينفعش احط الصفر الاول. بعد كده اقول الثلاثه، بعدها خمسه، خمسه، سبعه، 8. ادي الارقام بتاعتنا. يبقى ايه؟ ابتدي اقول الصفر الاول، ما قلتش الصفر الاول، ما اكتبوش الاول، اكتب الواحد، بعد كده صفر، بعد كده 3، 5، 5، 7، 8. كتبت الرقم بتاعي. يبقى انا كده عرفت ايه المقارنه في الجزء بتاعنا. طيب تعال نخش حاجه ثانيه. بيقول لي ايه؟ قارن باستخدام اكبر او اصغر او يساوي. طيب ابص على الارقام بتاعتي لما احب ابدا اقارن. ابص على الارقام. اول حاجه قبل ما اشتغل في المقارنه موضوعها سهل قوي. تعد ارقام دول كام واحده، وتعد ارقام دول كام واحده، بعد تحل مسالتك. عد كام رقم هنا، عد 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى زي بعض. طيب ابص هنا، ده 2 ده 3، يبقى الثلاثه اكبر. هنا طب رقم، طيب ده 3256، لكن دي 2000، يبقى 3000 اكبر. تعالوا نخش على اللي بعديها. بيقول لي 57، طب الثانيه دي كام؟ 57 برضه، يبقى هنا ايه؟ هم اتنين مالهم؟ برافو عليك، يساوي. هنا 41، 41 1257، هنا 40000. مين اكبر؟ طبعا ال 41200، لكن ده 40000 بس، يبقى ال 41 اكبر. طب دي كام؟ دي 19، لكن دي كام؟ برافو، يبقى دي 9. طيب تعال نبص مع بعض، يبقى 19 اكبر. 444، لكن ده 440، يبقى مين اكبر؟ 444. تعال نعد كده ارقام. ادي عندي 3، وهنا 3، هنا 3، وهنا 3، يبقى 6 ارقام، هنا 6 ارقام. ده اول واحد، ده اول اثنين، يبقى اللي اول اثنين اكبر. يعني عديت الارقام اللي هنا لقيتهم 6، وعديت الارقام اللي هنا لقيتهم ايه؟ لقيتهم 6. فبالنسبه لي عنده ارقام عنده بدايته اكبر، يبقى هو ايه؟ هو الاكبر. تعال نتكلم بقى عن القيمه المكانيه. القيمه المكانيه ونوضح كلامنا اكتر عشان نثبت معلوماتنا اكتر بتاعتنا يعني. طيب يبدا هنا يتكلم عن جزء تاني. بيقول لنا ايه؟ القيمه المكانيه للرقم. اكتب القيمه المكانيه للرقم. احنا قلنا نتكلم عن القيمه المكانيه، قلنا احاد، عشرات، مئات، والكلام ده. طيب الرقم اللي تحتيه خط، احنا قسمنا الارقام بتاعتنا. ابص فيه كوما اهي، دول اسمهم وحدات، بعد وحدات برافو الوف، يبقى ده هنا ايه؟ 9. يبقى اقول له احاد الملايين، يبقى اسمه ايه؟ احاد الملايين. خش على اللي بعدها تاني، احاد، بعدها عشرات، بعدها مين؟ برافو عليك، مئات. انا بكتب القيمه المكانيه. حل معايا تاني. عاوز ده، ابص ادي عندي كوما، ادي كوما، ادي كوما، 3 وحدات، 3 الوف، 3 ملايين، يبقى ده فين؟ برافو عليك، في المليارات، او احاد المليارات. احاد المليارات. طيب دول 3 وبعدهم 3 كمان، يبقى هنا ايه؟ ابتدي 3 دول احاد، عشرات، مئات. طب مئات ايه؟ يبقى مئات الالوف، مئات الالوف. خش على اللي بعديها. ادي عندي 3 و3، ادي 3 اهم، وحدات، الوف، ملايين، يبقى شغال في الملايين. احاد الملايين، بعدها عشرات الملايين. ممتاز، هقول له عشرات الملايين. خش على السؤال بعدين. ابص هنا دول وحدات، دول الوف، يبقى شغال في الالوف. او الاحاد بعدها عشرات، يبقى هنا اقول ايه؟ عشرات الالوف. ممتاز. بص تاني، مقسمهم في 3 وفي 3، يبقى خش على الثلاث التانيين. اول حاجه اسمها ايه؟ احاد. طب احاد ايه؟ احاد الالوف. ممتاز. تعال نبص تاني، في عندك 3 وفي 3، دول وحدات، بعدها مين؟ الوف، يبقى احاد الالوف، بعدها عشرات الالوف. ممتاز، عشرات الالوف. شغل نفسك معايا. ادي عندي 3 اهو. طيب دول وحدات، دول الوف، دول ملايين. ابص احاد الملايين، عشرات الملايين، يبقى ده ايه؟ مئات الملايين. خش تاني اللي بعدها، في عندي 3 حكومات، دول وحدات، دول الوف، يبقى اقول ايه؟ احاد الالوف، بعدها عشرات الالوف. ممتاز، عشرات الالوف. خش تاني بعدها،
ادي عندي وحدات، ادي عندي الوف، يبقى دول فين؟ الملايين. احاد الملايين بعدها عشرات الملايين. طيب بص يلا، يبقى دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ عن القيمه المكانيه، عرفنا عن ايه القيمه المكانيه وازاي اعرف احل ايه الجزء بتاع القيمه المكانيه. طيب تعال نتكلم عن حاجه تانية، عندي حاجه اسمها ايه؟ قيمه الرقم. احنا اتكلمنا عن قيمه الرقم من شويه ونتكلم عنها اكتر تفصيلا دلوقتي. قيمه الرقم بوضح الرقم واحط له اصفار، يعني هو ايه مكانته، ولكن اوضحها ايه قيمته فين. ابص هنا الثمانيه، بنزل الثمانيه. الثمانيه موجوده في وحدات الوف ملايين، يبقى هنا عد او عد ايه ملايين، احط 6 اصفار. او في طريقه ثانيه عد معايا، ادي الثمانيه عد 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 6 اصفار، خلصت مسألتك. طيب بعدها عاوز الاربعه، بنزل الاربعه. كم رقم قدام الاربعه؟ 1 2، احط 2 موجوده في المئات، في بقيه 400 400. ابص هنا اهو متقسمين وحدات الوف ملايين مليارات. المليار قدامه كام صفر قلنا؟ ممتاز، 9 من غير ما اعد، لان عارف المليار قدامه 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عاوز احط الكومه اوكي، مش عاوز تحط الكومه مفيش مشكله. تعال نبص مع بعض. السبعة، بنزل السبعة. طيب ابص هنا في كام رقم قدامها؟ 1 2 3، يبقى احط 3، اسمه ايه 7000. تعال نبص تاني، انزل مين؟ انزل الواحد، قدامه كام صفر؟ عد 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. يبقى عندي ايه؟ 100 مليون، 100 مليون. تعال نبص تاني، انزل الخمسة، عد معايا 1 2 3 4، 1 2 3 4، نزلت 4 اهم. اللي بعدها انزل 5، كم صفر؟ موجوده في الالوف، احنا قلنا دول وحدات بعدها الوف، صح كده؟ ال1000 قدامه كم صفر؟ او عد الخمسه قدامه كم صفر؟ 1. كم رقم قصدي؟ 1 2 3، يبقى حط 3 اصفار. السبعه، انا اسف، الصفر قيمته ما بتغيرش. كان في الاحاد يبقى صفر، كان في العشرات صفر، كان في المئات يبقى صفر، في اي مكان الصفر هو الصفر ما بيتغيرش. تعال نخش الطرق اللي بعدها. عاوز السبعة، بنزل السبعة، عد معايا 1 2 3 4 5 6 7. او ممكن انت شاطر قوي مركز معايا قول يا مستر دول وحدات دول الوف، يبقى الملايين موجود في عشرات الملايين. عشرات يبقى صفر، والملايين يبقى كام صفر؟ 6 اصفار. 1 2 3 4 5 6. تعال نبص مع بعض. انزل التسعة، عد معايا، ادي عندي كام كومه؟ عندي كومه، ادي عندي واحده اتنين، ادي عندي كومتين، يبقى عندي وحدات الوف، يبقى هنا في الملايين. فين في الملايين؟ في عشرات الملايين، ادي 10 والملايين يبقى عندي ايه؟ 6 اصفار. تعال نبص على اللي بعدها. الستة، بنزل الستة، قدامها كام رقم؟ عد معايا، ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى اديني 60,000. يبقى انا فرقت دلوقتي عندي عند حاجه اسمها قيمه الرقم، والتانيه اسمها ايه؟ القيمه المكانيه، فرقت ما بينهم. طيب بيقول لك في الصيغه العدديه اللي قدامنا دي، الرقم الذي يقع في خانه العشرات، يعني الرقم الموجود قدامنا ده اهو اللي هو 2 3 4 5 6 8، الرقم ده موجود قدامنا اهو الموجود في العشرات. مين موجود في العشرات؟ اقول احاد، بعدين منه عشرات يبقى اقول له الستة. مين موجود في مئات الالوف؟ احنا قلنا احاد عشرات مئات، احاد الالوف عشرات الالوف، مين موجود في مئات الالوف؟ ممتاز، 2. احاد الالوف، احاد عشرات مئات، احاد الالوف اللي هو مين؟ اللي هي 4. يبدا يسالك سؤال تاني، يقول لك ايه؟ حوط الرقم الذي يمثل القيمه المكانيه في العدد. يعني يديك الكلمه، هو لك ايه؟ المليار، مين موجود في المليارات؟ تعال بص معايا، اعمل كومات كده، وظائف موجوده قدامنا. المليارات، مين موجود في المليارات؟ اللي هي الثلاثه، خلصت، حطيت دايره. مئات الالوف، احط كومه، دول وحدات دول الوف، يبقى شغال مع الالوف. احاد عشرات مئات، يبقى مئات الالوف اهي اللي هي 2. عشرات الالوف ادي اهو، تعالوا نبص مع بعض، دول وحدات يبقى انا شغال في الالوف. عاوز مين يمثل في الالوف؟ عاوز عشرات، او الاحاد بعدها عشرات يبقى على 9 اهي. خش على اللي بعديها، الالوف. تعالوا نبص مع بعض، ادي عندي وحدات ادي الوف، يبقى انا شغال مع الالوف. ايه الوف دي؟ هو ممكن اقول الوف او احاد الالوف، يعني افضل لي اقول احاد الالوف. يبقى الالوف هي اللي مين؟ اللي هي الخمسه الاولانيه مش الخمسه الثانيه اهي. مئات الملايين، ابص كده عندي كومات، الكومات بتريحني قوي. يعني عندي احاد الوحدات الالوف، يبقى هنا في الملايين. الملايين، احاد الملايين، عشرات الملايين، المئات يبقى عند الصفر اهي. المئات، تعال نبص مع بعض، احاد عشرات بعد منه مين؟ المئات اللي هي 9. الملايين، احاد ده بص كده من غير ما اقول احاد عشرات مئات، اسهل لي. وحدات
الوف، يبقى انا شغال في الملايين. عاوز مين؟ الملايين بس، اللي هي قصده ايه؟ قصده الواحد. يبقى انا دلوقتي افرق بين القيمه المكانيه، قيمه الرقم، عرفت اميز ايه؟ احوط الرقم الذي يمثل القيمه المكانيه. طيب اقول لك ايه؟ كون اكبر عدد، اكبر واصغر عدد. نفس الكلام تطبيق على اللي احنا خدناه من شويه. اديك هنا سؤال، ابص هنا، ابص على الكبير اللي هو مين؟ طب ايه رايكم احنا المره اللي فاتت نبدا اكبر، تعالى نكتب الاصغر ونعكس العمليه. بمعنى اقول لك اصغر عدد اكتب الصغير، مين الاصغر؟ اللي هي الاثنين، اللي بعد منه 3، يعني هقول 2 بعدين له 3، بعدها 4، يعني اكتب الصغير واكبر، بعدها 5، بعدها 9. طيب اكبر يبقى اعكسهم، اقول 9 5 4 3 2. طب تاني هنا ابتدي اصغر، اصغر مين؟ ابتدي صفر؟ لا، يبقى ابتدي باللي بعد منه اللي هو مين؟ 3. بعد كده احط صفر، يبقى اهو خدنا الثلاثه او الصفر. بعد كده 5، بعد كده 7، بعد كده 9 اهو. اعكس يبقى اقول له 9 7 5 3 واخلي الصفر في الاخر. لكن في اصغر ما ينفعش اخلي الصفر الاول. تعال نبص تاني، ابتدي معايا هنا، عاوز اصغر ابتدي بالصفر؟ لا، ابتدي اللي بعديه، مين بعديه؟ 1. يبقى احط 1 بعد كده صفر، اقول له 1 بعد كده صفر، بعدها مين؟ 3، احط 3، بعدها مين؟ احنا نسينا في رقم وفي 2 كمان، يبقى هنا 2 بعد كده 3، بعدها 5، بعدها 7. اكبر اعكس، اقول له ايه؟ 7 5 3 2 0، هنا ايه؟ 1 0 اخر حاجه. لما يقول لي اكبر الصفر هنا في الاخر، لكن اصغر اخلي الصفر تاني 1. طيب ابتدي هنا، عاوز ايه؟ تعالى نرجع اكبر، اكبر ابتدي بالكبير، اقول له 9 8 7 6 5 3 1. اعكس يبقى 1 3 5 6 7 8 9. انا كده كونت الرقم بتاعي. تعال نتكلم بعد كده، ايه اتمرنا على الجزء بتاعنا. تعال نتكلم عن جزء تاني. في عندك اسئله بقى في كل ايه؟ في كل جزء هنتكلم عنه. هنتكلم عن جزء تاني، ان هو في جزء بتاع الامتحانات. جزء الامتحانات مفيش ايه يعني ده على الدرس الاولاني، الاجزاء اللي جت في الامتحانات قبل كده. بيديك سؤال هنا، يقول لك اختر الاجابه الصحيحه من الاجابات المعطاه. بيقول لك الرقم الموجود في خانه مئات الالوف. الرقم الموجود في خانه مئات ايه؟ مئات الالوف. تعال نبص مع بعض. احنا قلنا نقسم ايه؟ تلاتات كده. طيب ادي عندي وحدات، ادي عندي بقى الالوف. هو عاوز مين؟ مئات الالوف. يبقى اقول له احاد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. مين مئات الالوف؟ الستة، فبحط عليها دورية. طيب القيمة المكانية للرقم 3. عاوز القيمة مكانه فين؟ للعدد ده. تعال نبص مع بعض، ركز معايا. الرقم 3 اهو، احنا عندي 3 وعندي 3، صح كده؟ ماشي. يبقى هنا ايه؟ هو عاوز الثلاثه، احنا عندي وحدات، بعد وحدات الوف، يبقى هنا شغال في مين؟ في الملايين. اول حاجه في الملايين اسمه ايه؟ احاد الملايين. ممتاز، اقول له احاد الملايين. اتكلمت من شويه ولا ما قلت لك اصغر عدد مكون من 7 ارقام؟ قلنا مليون. المليار هو اصغر عدد مكون من كام رقم؟ الممتاز قوي اللي قال 10. اوعى تغلط وتقول له 9، هو قدامه 9 اصفار، لكن هو بالواحد يبقى 10. تعال نبص مع بعض تاني. بيديك سؤال لك ايه؟ قيمه الرقم 7، قيمة الرقم 7 في العدد ده. يبقى احنا قلنا قيمة الرقم، بحط الرقم وحط ايه؟ الرقم بتاعنا 7. شوف قدامه كام رقم، ادي 1 2 3، 1 2 3، يبقى 7000. فين 7000 اهي. قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين. الاثنين في عشرات الملايين، حط 2 زي ما هي. دي كلمة مين؟ عشرات. العشرة قدامها كام صفر؟ صفر واحد، بنزل صفر. الملايين قدامها كام صفر؟ يعني المليون قدامه كام صفر؟ قدامه 6 يا مستر، يبقى احط 6. 1 2 3 4 5 6. بعد كده احط الكوما، 1 2 3 كوما، 1 2 3 كوما. خلص المسألة بتاعتي. يبقى ده الرقم بتاعنا اللي هو 20 مليون. تعال نخش على اللي بعدها. قال لك اذا كان عدد سكان احدى الدول، الرقم اللي قدامنا الموجود قدامنا اهو، اللي هو 65 مليون 724 الفا و33 نسمه. 3 مليون. ماشي. 3 ايه؟ 3 بس. يبقى تاني، اذا كان عدد سكان احدى الدول 65 مليون و724 الفا و33 نسمه، فان القيمه المكانيه للرقم 6. فين الستة اهي يا مستر؟ انا عندي وحدات، بعد وحدات الوف، بعد الالوف الملايين. يبقى ده احاد الملايين، بعد منه عشرات. برافو عليك، عشرات الملايين. بص معايا
نتطرق على الجزء اللي اتكلمنا عنه. قلنا الرقم ده بيقسمه هو زي ما احنا اتعودنا. هنا الرقم بتاعنا اهو متقسم. الموجود في الملايين هو مين؟ اللي هو السبعه، بنزل السبعه. الموجود في الالوف مين؟ الثلاث ارقام دول اللي هم مين؟ 421 وال 563 و63 نحطهم مع بعض. بقول لك قيمه الرقم، قلنا قيمه الرقم نحط بالارقام ولا احط بالاصفار ولا بالايه؟ بالحروف. ممتاز جدا. قال ايه؟ احط بالاصفار يا مستر. ابص احط الثلاثه. عد معايا. ادي الثلاثه، ادي عندي 1 2 3 4، يبقى عندي 4 1 2 3 4 اربع اصفار قدام. بدي اسالك سؤال تاني، يقول لك اكبر عدد يمكن تكوينه من الارقام دول. اكبر عدد يبقى ابتدي الكبير، من اكبر واحد فيهم الثمانيه، اروح حاطط من الثمانيه. مين بعد الثمانيه؟ السته اهي، وانا عامل سته. مين بعد السته؟ الخمسه. مين بعد الخمسه؟ الواحد. واخر حاجه احط الصفر، يبقى 56,510. الرقم السؤال بعد كده، الرقم الموجود في خانه المليارات، بيسالك فين موجود في المليارات. ولا زعلني جدا، انا بحط ايه؟ ببص على الكومات. قلنا مين؟ وحدات. بعد وحدات الوف. بعد الالوف ملايين. بعد ملايين المليارات. يبقى مين موجود في المليارات؟ الثمانيه. اصغر عدد يمكن تكوينه ابتدي بالصغير. طب الصغير في دول صفر، ابدا ينفع ابتدي بالصفر؟ ولا ما ينفع؟ ابتدي الرقم اللي بعديه اللي هو مين؟ 2. يبقى ابتدي ب2 بعدها الصفر. مين بعد الصفر؟ يبقى اكتب 4. بعد الاربعه 6. بعد السته 8. بعدها 9. القيمه المكانيه للرقم 5. الخمسه دي موجوده فين؟ بيسالك قيمه مكانيه، مكانه فين؟ يعني عاوز بالحروف. الخمسه دي. طيب دول اسمهم وحدات، دول اسمهم ايه؟ الوف. اول حاجه في الالوف اسمه ايه؟ احاد الالوف. طب قيمه الرقم صفر. احنا اتكلمت من شويه قلت الصفر قيمته لما يكون في اي مكان، هل هتغير قيمته؟ لا، يبقى الصفر هو الصفر من غير ما نبص على المساله خالص، يبقى المساله صفر هو الصفر ما اتغيرش. احنا كده اتكلمنا عن الدرس بتاعنا، اتكلمنا عن الاعداد الكبيره، حلينا، اتكلمنا عن اكبر عدد واصغر عدد، واتكلمنا عن الاعداد العربيه والاعداد الهنديه، وتعرفنا على القيمه المكانيه وقيمه الرقم، وعرفنا ازاي نكون اكبر رقم واصغر رقم، وقعدنا نحل عليهم. يا رب تكونوا استفدنا بالحصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.